تعالوا بقى نعمل مع بعض النهارده. انا جايبه ليه لفه جلاش، انا شفتها صراحه الوصفه دي على النت، فانا قلت هجربها معاكم وادوقها اشوفها حلوه ولا ايه. بس هو صراحه ربنا كل الوصفات بتبقى حلوه وكلها بتبقى جميله. انا معايا لفه جلاش اهي، نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونسمي بالرحمن طبعا عشان ربنا كده يفتح علينا ويكرمنا. بصوا لفه جلاش اهي، انا مش هفتحها ولا هعمل فيها اي حاجه. بصوا انا هعملها ازاي، طريقه سهله. يعني احنا بنعمل فطيره جلاش. بسم الله الرحمن الرحيم. الطريقه دي مش بتاعتي، انا شايفاها على النت. بسم الله الرحمن. يعني زي الفطيره المشلتته كده. زي الفطيره المشلتته كده، بس طبعا بتبقى اطعم واحلى. بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه عندنا نقطع الجلاش كده زي ما انتم شايفين. طريقه سهله وبسيطه جدا اهو. بصي انا عملتها اهو عشان خاطر تبقى عامله زي الشعريه كده اهو. شايفين الحلاوه؟ اللهم صل على النبي. اهم حاجه تقطعها رفيعه. ما تقطعهاش تخينه. ماشي. احنا قطعنا الجلاش اهو، هنبدا بقى ايه في السائل بتاعها اهو. معانا طبق مسيحين نص كوبايه سمنه، نص كوبايه سمنه. اللي عندك بقى سمنه نباتي سمنه بلدي اللي عندك، بس هو مستحب يعني السمنه البلدي. هندهن الصينيه بتاعتنا كده الاول. اهم حاجه تندهين الصينيه بتاعتك كويس اهو. دهناها اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. سهله خالص، احنا هنجرب وندوق ونقول لكم، وشجعونا يا فندي. سهله وبسيطه. والله اهو. بعد ما دهنا الصينيه، شايفين الجلاش بتاعنا؟ الله اكبر عليه، الله اكبر. نفسي اقول لكم على حاجه يا فنزاتي، نفسي اصور لكم الكواليس. لا الكواليس ايه، احنا فاقدين الذاكره اول اهو. ما تحطهاش في صينيه كبيره قوي ولا صغيره قوي، عشان الصينيه الجلاش ياخد راحته. وبعدين هي كده كده مع السوا هتكش. احنا قلنا بقى نعمل ايه، عجبتنا الطريقه نعملها على طول، ما عجبتناش مش هنعملها تاني. فاحنا ايه قلنا نجرب مع حبايبنا وفنزاتنا. احنا بدل ما انتوا تهدروا الحاجه احنا بنجرب وبنقول لكم. لا اهو شايفين يا جماله يا جماله اهو. بصوا السمنه بتاعتنا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. دي كده ربع كوبايه ماشي؟ لا نص كوبايه. نص كوبايه. نص كوبايه. بعد ما حطينا السمنه حطينا كوبايه لبن اهو. بسم الله الرحمن الرحيم على السمنه، ونروح حاطين بضايه، اي بضايه بقى بلدي اي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم اهي، ونروح مقلبين كويس قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم تقلبي المكونات دي تتمزج مع بعضيها. هنحط بقى ايه بعد ما حطينا اللبن بتاعنا، شايفين اهو. محدش يقول دي سمنه بلد، بس احنا عشان حاطين اللبن ساقع تحس ان هي كتلت كده. كله هيتسيطر ان شاء الله، كله تحت السيطره. نحط شويه ملح اهو عشان تطعم لنا الحاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. كل حاجه حطها وقلبوا وسموا وصلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. نص معلقه بيكنج باودر اهو، كيك شيف بقى اي بيكنج باودر اهو. حطينا نص معلقه ونقلب كل حاجه، نقلب فيها عشان ايه. انتوا هتقولوا لي طبعا انت بتعملي قشطه، انا شايفه بقت عامله زي القشطه اهو. اقول لكم لا، الحاجات دي كلها عشان اللبن ساقع، وهتتحط بقى على الفطيره بتاعتنا هتخليها لوز اللوز اهو. نحط ايه تاني يا ست الكل؟ فين معانا معلقه سكر اهي، شايفين اهي. مكونات سهله وبسيطه خالص والله. بس بقى اللي هيديني التيست الفطيره ويخليها فطيره زي العسل اهي، معلقه ايه قشطة. معلقه قشطه وتحطي كده. مش حاجه شايفاها اصلا ونقليها. طب ماشي، ما احنا بنقول احنا ما بنخبيش، بس ده هيدينا التيست الحلو الممتاز. على فكره يا فندي احنا حطينا شويه سكر حادقه اهو.
بالنسبه للفانيليا ما انا لسه بالنسبه للفانيليا ما انا حطيتها دي بقى، انا مجوداها من عندي اهو. هنحط مع حبه فانيليا. اختراع ده عشان اختراع بقى. البيت برضو يعني. اه كده ده كده اختراع. الفانيليا برضو ايه بتتحط في الفطاير والحاجات دي. بسم الله الرحمن الرحيم. دي مش هتبقى مضره في حاجه. لا وهتخلي لي بقى ريحه الفطيره جميله، خطيره خطيره. أنا نفسي اشوف الفطيره ده عندي فضول. لا ان شاء الله هتشوفيها. وهقول ايه بس، هقول ايه يا فندم محطماني. حاسه ان امها مش بتعرف تعمل. اهو بصوا بقى الجلاش بتاعنا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط كده بقى ونوزع. السمنه مش كتير، السمنه عشان كتلت عشان اللبن ساقع. واهم حاجه اصلا في الوصفه دي ان اللبن يبقى ساقع. ايوه اوعي تحطوا اللبن سخن هيعجن الجلاش معاكم. بصوا احنا لسه ما شفناش هو هيعجن ولا لا بس الفيديو كان بيقول كده. لا والله العظيم عاملاها جميله صراحه، يسلم ايديها. بصوا احنا بصراحه مش فاكرين هي اسمها ايه عشان نقول اسمها يعني، بس هي ممكن لو شافت الفيديو فتسلم ايديكي. والله يسلم ايديها بصراحه. بص بقى انا هفضل اعمل فيها كده اهو عشان الخليط اللي انا حطيته يوصل للجلاش كله اهو. ماشي درجه حراره عاليه بقى. لو فرنك من فوق ومن تحت شغالاه من فوق ومن تحت، لو انت مثلا خايفه تتحرق شغالاه من تحت بس وسواها زي ما انت عايزه يعني. ان شاء الله هتستوي. خلي بالك بتكبر بتبقى قد كده اهو. اخيرا الفطيره طلعت. شايفين جمالها والله العظيم جميله اهي. بص هو كشكل وريحه تحفه. لسه هنشوف بقى الطعم. هندوق بقى، احنا هنقطع دلوقتي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقطعها. ما قطعها مثلثه. طب ما اقطعها مثلثات. بصي يا فنزتي هي مقرمشه من تحت شويه. هي اصلا المفروض ان هي بتبقى مقرمشه، هي قالت كده في الفيديو. اهو ادي كده مثلث. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. مثلث التاني. لا بس التقطيعه جباره. لا ايه رايك في التقطيعه؟ عجبتني الله ينور. انا عايزه ان بدوق الطعم والنبي. طب هندوق بس تستعجليش. نقطع الاول يا فنزي. اهو خلاص حطينا حته بقى في قلب الطبق. احنا دلوقتي هندوق. انا عايزه ادوق. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنشوف برضو متورقه ولا لا. بصوا اهي، هي اول هام مش متورقه. بصوا شايفين اهي. ثواني يا ماما. اهو شايفين هي مش متورقه خالص، مع ان حتى كل حاجه على البارد اهي. دي اول هام. تاني هام بقى هندوق. ماشي يلا هنظبط بقى ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف الطعم بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. والله العظيم بصوا مش قادره اقول لكم. هي طعمها جلاش كده معمول باللبن. يعني لو كنا زودنا السكر فيها وكانت حلوه كانت هتبقى احسن. صح. والملح فيها مش عامله زي الفطيره. مش هتدوقي كده مني؟ دوقي. بصوا بقى انا دقتها. هي بصوا هي تحس ان هي طعمها فطير، بس فطير اللي هو الجلاش. ما بصي ما مش حلوه قوي ولا وحشه قوي بصراحه. بس يعني انا من رايي ان احنا لو كنا زودنا لها السكر واللي هي تبقى مسكره هتبقى احلى. ماشي. احنا جربناها بقى وقلنا لكم راينا. ما تنسوش لو اول مره تشوفوا القناه تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش اللايكات والشير. بس هي مش حلوه قوي يعني. باي باي. ما تنساش بقى في اللايك والشير والاكسبلور. باي.